صباح النور. في هذا الفيديو سأقول شيء تاني شوي، هو إننا خلونا نتكلم بلغة أعداء استقلال كردستان، وأقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليش هذا الكلام بالضبط أنا بقوله؟ لأنه كل البلدان الاستبدادية الإرهابية الاستعمارية التي تحيط بكردستان كل أنظمتها كانت تخطط على أن تبقى كردستان دائما تحت سيطرتها، ولكن ربنا، أنا أقول بعيدا عن كل تحليل سياسي وبلغة هؤلاء المستبدون وهذه الأنظمة المستبدة، أقول إنه ربنا هم كانوا يخططون وربنا كان يخطط لغاية ما انتهت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. يخطط لغاية ما رجعت الهمجية الإسلامية من جديد إلى المنطقة في صفة أو في شكل داعش. خلينا مرة تانية نتكلم بلغتهم ونقول وأقول للشعب الكردي العظيم: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ظهرت داعش صحيح عشان تكونوا الهدف الأول بتاعها، يعني هي كانت بتدرب فيكم، تختبر نفسها وقوتها معكم. ظهرت داعش ودفعتم الثمن غالي لظهورها، ولكن أيضا خدمتكم داعش هذه، خلت الغرب كله يقول مع نفسه ما فيش عدو لنا غير الإسلام السياسي، غير الإسلام الإرهابي. الآن بعد مكر الله الجميل هذا ما صارش للغرب كله من عدو إلا الدواعش، السنة والشيعة. والآن يا كرد يا حلوين يا مسالمين يا طيبين، الآن استغلوا هذه الفرصة واستغلوا مصالح الدول العظمى في المنطقة واستغلوا ذكائها، وكونوا أذكياء أنتم كمان، وخلوكم مع الناس محبين للسلام، وخلوكم تحبوا أنفسكم أكثر، وخلوكم تثبتوا لإيران كما لتركيا كما للعراق كما لسوريا أيضا إنكم شعب خلاص مش عايز يركع، مش عايز يخضع، مش عايز يقدم من الشهداء ومن الضحايا أكثر مما هو قدم. خليكم أسياد المنطقة، العبوها كويس، فكروا كويس، وخلوا أنفسكم تتحدون مع اللي عنده مصلحة في اتحاده معكم. قلبي معكم وحبي لكم لا ينتهي. مع السلامة، الله يحفظكم وينصركم.